في مساء عندك. الخير. اهلا وسهلا. انا اول مره ادخل معاك طبعا، اهلا وسهلا. ومن متابعينك من بدري قوي يا قوي مرحبا قوي يعني. يا مرحبا، اهلا وسهلا. الله يخليك. أنا لو عايزني اجاوب بس اجاوب. اتفضل. انا شايف ان استحاله ان الجيش يقدر يعمل حاجه زي كده في البلد او في السيسي. مش هيقف ضد السيسي، لان لماذا؟ السيسي ده رمز للبلد. رمز واحنا يا شايفين استاذ. اللي حوالينا. يا استاذ اتفضل. بص حبيبي، في شقق الدعاره عندهم رمز، بس عندهم رموز مش رمز. عندهم البت اسخن بت موجوده، بت وتد وجسم وحلاوه وتسخنك وتدلعك بره حته ونرجع بسرعه. ليه عملت من السيسي رمز؟ ماذا فعل السيسي لمصر والمصريين عشان كده اطلقت عليه الرمز؟ اتفضل اتفضل يا استاذ. اولا هو كونه رئيس جمهوريه مصر العربيه، فهو يمثل لا جمهوريه لا لا، مصر. بص حبيبي، كلام العبط والعته انا ما احبوش. انت وانت بتقول برضو يا استاذ اوف لا 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 لا، انا ما عنديش، بص ما عنديش وقت اضيعه مع اللي زيك صفصطه وقل ولا اقفل المايك، اقفل المايك. ده مش بتخالفني، انت مش بتخالفني، انت بتقول كونه انه رئيس بقى رمز. يعني ايه كونه انه رئيس بقى رمز؟ طب ما الرئيس مرسي رحمه الله عليه كان رئيس، لماذا لم يتحول الى رمز؟ انقلبتم عليه وهتكتوا عرضه وقتلتوه. ما هو ده كان رئيس منتخب، السيسي عمره ما حد انتخبه غير الرقاصين والطبالين اللي زي حضرتك. ولا انا غلطان يا استاذ؟ خش لي بقى في الموضوع يا بتاع الرموز وقول لي، هل سيسقط الجيش مع السيسي ام الجيش هيسلم للشعب المصري ويسلم ويسلم قياداته الخاينه؟ اتفضل يا استاذ. لا، الجيش دايما مع الشعب المصري، ماشي، مش مع اللي ضد الشعب المصري. يعني الجيش عمره ما يبقى ضد الشعب المصري. يعني الجيش اللي بيقتل المصريين اللي بيحاولوا يهربوا لليبيا عشان يسترزقوا مع الشعب المصري، يعني الجيش اللي طرد المصريين من راس الحكمه وباعها للامارات مع الشعب المصري، يعني الجيش اللي طرد المصريين من نادي الصيد في اسكندريه وباعها، يعني الجيش اللي طرد المصريين من الساحل الشمالي كله وباعوا للمستثمرين ولا بيستثمروا هو وبيعملوا فيلل وكده، ده مع الشعب المصري. هو الجيش اللي لا مؤاخذه منع زراعه الرز وتنازل عن ميه النيل وبنى سد النهضه مع الشعب المصري. هو الجيش اللي قضى على الوظائف وزود العنوسه مع الشعب المصري. هو الجيش اللي بيستعبد الشعب بالتجنيد الاجباري بتاعه كده مع الشعب المصري. قول لي حسنه واحده عملها الجيش للشعب المصري عشان نقول ان هو معاه. اتفضل يا استاذ. اقل حسنه اقولها ان احنا حاليا شوف وضعنا ووضع كل الدول اللي لا لا لا، ده كلام الهبل والعبط. الليره السوريه نزلت الليره السوريه نزلت من 40، الدولار نزل من 40,000 ليره ل 10,000 ليره، والصور بقى لهم ايام معدوده دخلوا دمشق. هم لما يقعدوا سنه ولا اتنين هيعمل ايه الدولار؟ وديك شفت. اتفضل يا حبيبي رد. يا فندم الدولار ايه يا فندم؟ سوريا هتتقسم على الاقل 3 حتت. سوريا كانت متقسمه يا استاذ. دخلت عشان تدافع عن السيسي. دخلت عشان تدافع عن السيسي. عارف ليه؟ السيسي ايه يا فندم؟ ما انا هقول لك ليه. دخلت عشان تبعت رساله للشعب المصري والاردني ان لو خرجتوا على السيسي انا هخش احتل سينا، عشان يطلع اللي زيك يخوف الناس ان هم يخرجوا على الحاكم الظالم. والله العظيم. الكلام ده روح شوف الجرايد الاجنبيه بتتكلم على ايه وماذا كان يصنع رئيس المخابرات الاسرائيلي الموساد في مصر من كام يوم بعد الصور ما دخلوا دمشق. روح شوف الجرايد الاجنبيه بتكتب ايه. ما انا بشوف يا فندم وبطلع زيك بالظبط. لا مش زي لا يا فندم احنا بلد بنحمد ربنا قوي ان احنا حتى الان متماسكين، حتى الان واقفين. يعني أنا ايه؟ واحد طب اقف، موظف حكومه. اقف بس لحظه بس يا استاذ. هو علامات التماسك ان الاستاذ اسم النبي حرصه السيسي ينشئ قصور الانتصار ويشتري الطيارات ويعيش تخطى حياه الملوك حتى، والشعب مش لاقي. اهو واحد لسه قبل انت ما تطلع بيقول امي بتغسل كلى وجالها فيروس وجالها ده وما بيغسلوا لهاش، نفسه يغسل لها ويجيب لها علاج. يعني المصريين يموتوا في الشوارع من قله العلاج والجوع ويحاولوا يهربوا
اكتر الدوله رقم 1 في العالم الطارده لسكانها، اللي سكانها عاوزين يهربوا يروحوا الخليج ولا يروحوا اوروبا ولا يروحوا اي مكان بحثا عن الرزق والكرامه، الدوله المصريه. يا استاذ باجي، مش احنا بس اللي عندنا كده يا استاذ باجي. مين اللي عنده كده؟ امريكا نفسها اللي انت حضرتك قاعد فيها، ايوه، فيها مناطق ما بيجيبوهاش في الافلام، وانت عارف كده. ايه بقى هي المناطق؟ قول لي بس، مدمنين يا استاذ. مناطق فيها مدمنين وشحاتين في الشارع. يا استاذ بطل تعريس. يا استاذ انت بتقول مناطق فيها ايه؟ بص، المدمنين قدام بيتي بيقفوا ياخدوا الحقن، بتوع الدراجز والسكاره موجودين دول مش عاوزين اقفل يلا المايك. انت بتتكلم وانا بتكلم، الناس هتسمع مين فينا؟ انت مش قلت امريكا؟ ما انا امريكاني، اكلمك بقى. اللي انتوا بتشوفوهم في الشوارع دول بيكونوا دمروا حياتهم بايديهم، حصلت له صدمه، حصلت له حاجه، لا عاوز يجتازها، بدا يشرب ويسكر، اهمل شغله، رموه في الشارع. صاحب البيت في للهوملس، بيسموهم الهوملس، في كل مكان في امريكا في بيوت واماكن يروحوا يعيشوا فيها. في للهوملس المكان اللي انا فيه مكان بيروحوا عاوز تقعد فيه، لكن معظم الهوملس اللي موجودين عندي هنا معظمهم غير امريكان، ورغم ذلك موجود الاماكن فيها. ياخدوا دراجز، مين اللي هشغله؟ يشربوا مخدرات، مين اللي هشرب؟ انا لما تعرضت لنكسه صحيه المستشفى قعدت تتحايل عليا، طالما انت ما بتشتغلش هنبعت لك زي شؤون الاجتماعيه كده. رحت حاولت لهم لا انا احاول ارجع شغلي، قعدت كام سنه احاول ما قدرتش، مش فاضي، جت من عند الله. جيت دكاتره قالوا لي مش هتنفع تشتغل تاني. سويت معاشي، وبعدين قالوا لي معاشك ضعيف لان انت ما كنتش بعمل ضرايب. اخر كام سنه، اخر 10 سنين قعدت كتير احارب السيسي ما بعملش ضرايب. قالوا طب خلاص دخلك ضعيف، نحطك في برنامج مساعدات، هنساعدك في دفع الايجار. شوف انت القانون لها قوانين كده، هنديك كارت كده للاكل والشرب، فلوس بس بتشتري بيها من اي مكان اكلك وشربك يكفيك ويكفي عيالك وتزقطط فيه. هنديك كمان فلوس كاش عشان لو عاوز تركب اتوبيس، لو عاوز تشرب حاجه، تجيب كاندي، تاخد عيالك تفسحهم، تجيب صابون، تدفع فواتيرك بتاعت الكهرباء. كان بيدونا انترنت مجاني والله، وتليفون مجاني، خطوط يعني دي لك مصدر انترنت لا محدود مجاني، ممكن تاخد 2 وتليفونين لا محدودين او محدودين حسب بقى الشركه اللي انت بتجيب بيها. وانا اهو انا خير مثال. هتقول اصل عندك في امريكا هم اللي عاوزين كده، هم اللي ماشيين في المخدرات يا حبيبي. انا مراتي لما بتشوف حد منهم في الشارع بتعدي الناحيه الثانيه من الشارع، اسمها بيقشعر وتقول لي لا الامراض والحكايه والروايه. الهوملس اللي انت بتتكلم عليه ده بقى، لما مثلا الاقي انا واحد مغمى عليه ولا حاجه اتصل بالشرطه، يجي الشرطه والاسعاف بيجوا معاه 5 6 عربيات كمان اسعاف يجوا، مع انه واحد بيبعت، كله بيبعت، الدوله بتدفع لهم، واحيانا يبعتوا عربيات مطافي والله العظيم معاهم، بعدين يجي ويصحوه يقعد يشتم فيهم، والله مش عاوز يروح معاهم. ولو صمم، لو هم اثبتوا ان هو في حاله خطر هياخدوه غصب عنه، لكن هو لو مش في حاله خطره ما يقدروش ياخدوه، فبيقعد يشتمهم، هو مش عايز يروح المستشفى، وبعدين ياخدوه المستشفى، فبيضطروا بقى ريحته منيله، واحيانا يدوا له شاور في المستشفى، في منظمات وكده ممكن يدوا له هدوم ولا حاجه، ويقعدوه يوم يومين لغايه ما لو عنده مشاكل صحيه، وبعدين يروحوا او يسهيهم ويهرب من المستشفى تاني. هم دول، هي دي امريكا اللي انت بتتكلم عليها يا حبيبي، والدنيا موجوده اهي. انما حضرتك زي بالظبط كده، حضرتك بتجيب المعلومات تقول لي مش موجوده في الافلام، لا الافلام فيها، اللي بيجيبوه في الافلام مش ده الواقع يا حبيبي. بالظبط كده زي الرقاصه اللي بتشغل في الخماره، ومتخيلين الناس اللي بيتفرجوا على المسلسلات والافلام المصريه ان كل المصريات رقاصات، وكل المصريات بيشتغلوا في خمارات وعادي، وبتنام مع جارها وابن اخوها وابن عمها، نفس القصه كده يا حبيبي. نخلص بس من موضوع امريكا، ردينا عليك فيها. قول لي، هل سيستسلم الجيش مع السيسي ولا هيقف مع السيسي والشعب هيضطر يحط عليه ويحط على السيسي؟ اتفضل يا استاذ.
انا بقول لحضرتك لا، الجيش طبعا مش هيستسلم لحاجه زي كده لو حصلت، لان انا بفرض ب 95% انها مش هتحصل. ليه؟ الا ال 5% اللي ممكن يعملوا كده ويسمعوا كلام حضرتك واللي زيك اللي بره، اللي بيتكلموا من بره مش عايشين بالفعل جوه البلد وعارفين التعامل الدنيا عامله ازاي. طب انا عاوز اسالك سؤال، ايه الكويس انت ما تخليش اتكلم. ما انا هقول لك اهو في الحته اللي انت بتتكلم فيها، ايه الكويس في البلد اللي زي مش عارفه عشان مش عايش في البلد؟ اتفضل. لا ده انا هقول لك تجربتي الشخصيه. انا بني ادم طول عمري مكافح، ما بشتغلش في الحكومه. حاليا انا كنت طول عمري قطاع خاص، اشتغلت كنت بغسل عربيات في البنزينه. لا حضرتك بتشتغل ايه دلوقتي يا فندم؟ حلو. حضرتك بتشتغل ايه؟ انا دلوقتي حضرتك انا من 2016 شريك في شركه ايه يا فندم؟ الشغل. ايوه انت معاك فلوس. في شركه ايه؟ شركه ايه؟ شركه تنظيم مؤتمرات. نظمت مؤتمرات للرئيس السيسي؟ ليه هو شخصيا؟ لا طبعا. نظمت مؤتمرات للجيش، للحكومه المصريه؟ للجيش برضو اتمنى ان انا للحكومه المصريه؟ للحكومه المصريه، لبعض الجهات كتيره. نعم. وزارات وهيئات زي مصلحه الضرائب مثلا وخلافه. طب بالله عليك قدام الناس دي انت شخصيه كده تبقى لا مؤاخذه موثوقه الشهاده؟ ده انت راجل مستفيد منهم. موثوقه ايه؟ انا مستفيد منهم في ايه؟ طب اخلص يا استاذ، اخلص يا حبيبي. انت راجل مشكوك في شهادتك، انت بتشتغل مع النظام، معرص يعني زي ما بيقولوا عليهم او معرض يا سيدي، عشان نلطف لك الكلمه بالضاد مش بالصاد. انا بس عاوز اسال حضرتك سؤال يعني، طب انت شغال معاهم وبتهبش وبتسرق في المؤتمرات اللي كل لازمتها ايه المؤتمرات اللي انتوا بتعملوها؟ قول لي فادت مصر بايه غير الضحك على دقون شويه المغفلين، او عشان يملوا بيها شويه القنوات الفضائيه بشويه فيديوهات، مع ان الشحاته زادت في مصر والفقر زاد في مصر والحاجه والدعاره وبيع الشرف من اجل اطعام الفم والبطن. الهجره غير الشرعيه زادت وطغت في مصر، بقت مصر الدوله الاولى اللي شعبها بيغرق في البحر الابيض المتوسط. عمرنا ما سمعنا كده قبل ما يجي السيسي. احنا كنا بنعاير السوريين لما جه السيسي، لما شفنا بصوره الطفل اللي كان على الشط غرقان، يقول لك يشوف هذا شعب قاتل جيشه، ويجيب لك طفل مصري يقول لك هذا شعب حماه جيشه، مع اننا عشرات الالاف بيغرقوا في البحر الابيض المتوسط سنويا. ما شفناش حد منكم جاب صوره وقال هذا شعب سرقه جيشه، نهبه جيشه، استعبده جيشه، فرط في نيله جيشه، دمر زراعته جيشه، دمر صناعته جيشه، دمر تعليمه جيشه، دمر مستشفياته جيشه. هذا شعب باع جيشه أراضيه جملة وقطاعي، قرب جزر للبيع، قرب قرب قرب. لو مش عاجبك جزيرة تاخد راس، مش بنقول راس السيسي، لا راس بناس ولا راس الحكمة ولا مش عارف المرم مبزاز، ومحدش عارف لكم حاجة. يعني انت راجل، انت نفسك اعترفت ان انت بتشتغل مع النظام ومن الصبية بتوعه يعني، ولا انا غلطان يا استاذ؟ صبية ايه؟ لا طبعا غلطان كده. امال ايه المؤتمرات اللي بتتعمل مش تحت، مش للدولة؟ اتفضل. لا مش دولة ازاي؟ الضرايب احنا كل يوم عندنا قوانين جديدة بتتعدل وبيحصل. يا استاذ ايه المؤتمرات اللي انت بتعملها؟ لا 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 ما تلفش. انت غلطت. بعلم الناس اللي في الشركات في البيزنس. ايوه الضرايب الجديدة، القوانين الجديدة تشتغل ازاي، تتعامل ما تبع الدولة يا استاذ. دولة ايه؟ يا استاذ تفرض قوانين يا فندم. يا استاذ عايزة تبقى ميزة. في قوانين لازم تفرض يا استاذ. ما انت تبع، ما هي دي مهمة الدولة، مش الدولة هي اللي بتنظم الحاجات دي عشان تعلم. طبعا يا استاذ انا راجل معايا شهادة من كلية تجارة القاهرة، كلية القاهرة محاسبة. فدي مهمة الدولة يا حبيبي. الضرايب لما يحصل فيه قوانين جديدة، الدولة هي اللي بتعمل الحاجات دي عشان تعلم الموردين العملاء بتوعها، عشان ما يحصلش اخطاء والناس تمشي. يا فندم خش على النت. ما هو انت من صبية النظام، ما انا بقول لك انت من صبية النظام. انا لما اعمل حاجة
بزود موضوع التعليم او التدريب. وريني التعليم. ايه التعليم اللي انت بتعلمه للناس؟ اتفضل علمنا. انا بجيب متخصصين يا فندم، مثلا في الضرايب عشان جبنا سيرتها. بتتكلم عن الضرايب الجزافيه. اسمع بقى، اسمع وبطل. ما انا قلت لك دي مسرحيات ومسلسلات. اسمعني يا سعاده البيت، الدولة تدار من غير قانون ومن غير ضرايب. مين اللي قال؟ ما انا عاوز اسال سؤال. انا عاوز اي حد يطلع دلوقتي من الناس المساكين بتوع مصر مش بتوع ايجيبت يقول لي الضرايب بتجيله ازاي. رقم بيخش تعسفي وارمي وغصب عنك دلوقتي. لا طب اثبت لك بقى ان انت غلطان في الحته دي. ايوه انا غلطان في ايه؟ اتفضل. انا غلطان في يا جدعان يا استاذ. موضوع الجزافي اللي حضرتك بتقول عليه ده ما بقاش موجود. ليه؟ لان من ساعه ما اتعمل في مصر حاجه اسمها الفاتوره الالكترونيه بقى ما فيش حاجه اسمها جزافي. الجنيه اللي بيخش جيبي. طب انا هسألك سؤال. اي حد هسألك سؤال. حلو، برافو عليك. في كم مصنع تابع الجيش بيدفع ضرائب؟ هم دول ماسكين الاقتصاد. نعم. لا في مصانع كتير بس قول لي مصنع واحد. القانون بيقول كده. اسمع، لا قانون في مصانع كتير لكن بيقول ما بتدفعش ضرائب. ليه؟ ما بتدفعش. يبقى بتعلم مين؟ ما انا هسألك سؤال. بص يا حبيبي، الحياة الصناعية والزراعية والتجارية، مصايد الأسماك، العمل في أي بيزنس في مصر بقى كله تبع الجيش. يا إما الجيش يا إما مملوك من لواءات الجيش. عاوزك بس تجيب لي لواء جيش بيدفع ضرائب. اتفضل. عنده مصنع بيدفع ضرائب. لا ما انت ماسك حته فعلا في قانون هنا صدر او قرارات صادره من الدوله باعفاء المنشآت التابعه للقوات المسلحه من دفع الضرائب. ماشي يا حبيبي. لا انا بقول لك لواء قطاع. خلاص بقى لواء تقاعد ولا ابنه فاتح مصنع وبيدفع ضرائب. لواء واحد خلاص غصب ابنه يدفع ضرائب. قول لي جيب لي شركه بقى مملوكه لابن لواء بتدفع ضرائب. قول لي ضرائبها السنه اللي فاتت كانت كذا. لا ما اعرفش. يبقى خلاص يبقى انت طالع يا استاذ. ما انا بقول لك انت حبيبي. بص حبيبي اللي زيك صبي من صبيه النظام بتشتغل بالفتات بتاع طرطره النظام. عارف ان الواحد لما يقف من هنا يطرطر على مبوله بيبقى فيه رذاذ بيروح ويجي. اللي زيك عايش على هذا الرذاذ وما يقدرش يتكلم وما يقدرش يقول غير الكلام ده. انت يمكن كنت محترم في كلامك شويه، نفسك تدلس وتعرض بس مش قادر، فاديتنا تعريص على قدك برضك. لكن انت في النهايه يا حبيبي بص، اي بلد فيها اخطاء يا استاذ. يا عم اخطاء ايه يا عم؟ يعني ياخدوا الجنيه ب6 جنيه يوصلوا 51 جنيه وتقول لي اخطاء؟ يعني لما اسمعني يا بيه يهدم. وصلنا دلوقتي يمكن اكتر من 1,000,000 وحده سكنيه وتقول لي اخطاء؟ يوصل المصريين 80% تحت خط الفقر وتقول لي اخطاء؟ قضى على الطبقه المتوسطه وتقول لي اخطاء؟ مستعبد جيش شعب 120 مليون مستعبده لازم كله يخش الجيش واحنا مش في حاله حرب. اخر رصاصه ضربناها من 50 سنه ولا 60 سنه وتقول لي اخطاء؟ طب انا عاوز اسال سؤال. التفريط في ميه النيل اخطاء؟ التفريط في الجزر وبيع الارض جمله وقطاعي اخطاء؟ عمل قسم مصر مجتمع النص في المية بيسموه ايجيبت، والمجتمع اليقي بتاع المصريين جعان وشحات ومش لاقي ياكل. دلوقتي بيقولوا عربيات اللامبورجيني ماليه البلد والبورش ماليه البلد. عشان كده عمل شويه الطرق الناعمين اللي لو السماء وترترت قليل من المياه اتدمر الطريق. ان الاخطاء قول لي ايه اللي عملها الجيش صح؟ لا مؤاخذه يعني انا عاوز اسال سؤال. لا مؤاخذه الجيش يعملوا طرق الحكومه تدفع ثمنها. طب حلو قوي، هنفرض كارته عليها. طب خلاص الكارته بقى اديرها هيئه الطرق والكباري. يقول لك لا الجيش هو اللي هيدير الكارته. حلو يا عم ماشي، هتديها لنا بكام؟ الجيش واخد الطرق، اداره الطرق من هيئه الطرق والكباري كان ب5 مليون جنيه. اول سنه لموا منها 800 مليون جنيه حرم الطريق. وده انا عاوز اسال سؤال بقى. يبقى الحكومه اللي هو الشعب الجعان الشحات المعوز اللي بيدفع ضرايب، بتوع ايجيبت ما بيدفعوش ضرايب يا معلم، بيتحايلوا او بالوسايط محدش يقدر يروح لهم، حتى معظمهم
الضباط جيش وشرطه ووكلاء نيابه وقضاه وقرايبهم وحبايبهم وعيالهم ما بيدفعوش لا كهرباء ولا ميه ولا خدمات. بس عايز اعرف ايه بتوع ايجيبت، يعني ايه تقصد مين؟ التجمع الخامس ومدينتي والناس اللي عايشين في الكمباوندات والمجتمعات. مين اللي ممكن يخش يدور على واحد بيسرق كهرباء ولا الا اذا كان واحد زي حالاتي كده جاي من بره والشيطان بعبعه ولا حاجه ولا ما اروح اسكن مع الناس دي، ممكن يخشوا يعملوا اشراف. لكن مين يقدر يخش عند سياده اللواء ويقول له انت سارق كهرباء ليه؟ ولا يقول له العداد بتاعك عليه مليون جنيه دلوقتي ولا 2 مليون جنيه ادفعهم؟ ولا يقدر يقطع عنه حتى لمده ثانيه. انا عاوز اسال سؤال، هو مين عمرك سمعت عن جيش في العالم واخد الضبطيه القضائيه لافراده من اول صف ضابط وانت طالع؟ يعني واد صف ضابط ساقط اعداديه ما يسواش 3 تعريف، يروح لواحد دكتور في الجامعه يقول له اقف هنا، ارفع ايدك لفوق، انزل، ارفص، فلقس، تعال انت كنت بتعمل ايه هنا؟ ضبطيه قضائيه في الحال زي وكيل النيابه والقاضي. ده فين ده؟ ده في شرع مين ده؟ عمرك سمعت عن جيش اعضائه واسرهم ما بيدفعوش مخالفات مرور لعربياتهم؟ ليهم شبابيك خاصه في المرور. عمرك شفت جيش بيوزع شقق وعربيات وفلل واراضي على ضباطه؟ ليه؟ هي مصر عمرك هي مصر بتاعت الجيش؟ قانونا القوانين اللي عاملينها بتاعت الجيش. ما تقدرش تبني حته ارض لما تجيب موافقه الجيش، ما تقدرش تقسم حته بتاعته، هو صاحب الارض وهو اللي بيوزعها. الناس اشترت الاراضي ايام حسني مبارك وجايين دلوقتي بيقولوا لهم احنا عاوزين 200,000 و300,000 على الفدان. ليه؟ كنتوا واخدينهم ببلاش. والناس دي شاريه من مين؟ شاريه من لواءات يطلعوا معاش. اللواء يطلع معاش يعمل له شركه اراضي 6,000 فدان مره، 5,000 فدان مره، 2,000 فدان مره، بياخدهم يبيعهم. بيدفع كام بقى؟ يقول لك مثلا الفدان ب 100 جنيه، اللي هو دفع كام؟ ما دفعش حاجه. وبعدين يجي ياخدوا ال 100 جنيه من صاحب الارض بعد كده. ما سمعناش عن جيوش في الدنيا كلها ولا في التاريخ الانساني ولا في تاريخ مصر بتمتلك كل شيء، تمتلك الغنم والبني ادمين والارض والهواء وكل حاجه بتاع الجيش. طب لما الجيش يشتغل في كل حاجه ويتاجر في كل حاجه، انا كمواطن اعيش منين؟ انا كمواطن اصرف على عيالي منين؟ عاوز اشتري قميص نوم لمراتي، اجيب لها منين؟ ما انا مش لاقي اكل. عاوز اودي ابني مدرسه محترمه، مفيش. عمرك سمعت عن شعب اطفاله في بدايه العام الدراسي بيتخانقوا على الكرسي اللي يقعدوا عليه وفي عيال بتموت بعض؟ حصلت في دوله السيسي. عمرك سمعت عن دوله عندها حضاره 7,000 سنه خرجت بره معدل التعليم؟ ده الخريج المصري في الخليج بقى من اقل الناس اجورا لسوء التعليم. عمرك سمعت عن دوله يتباع فيها الماجستير والدكتوراه ب$1,000 ولا ب$2,000؟ مصر. دولة الكويت من كام سنة ما اعترفتش تاني بالدكتوراه والماجستير اللي جاي من مصر. تخيل، دي مصر، هي دي الأخطاء. عمرك سمعت عن جيش خرج وقال أنا عملت سلاح الكفتة، أعالج كل الأمراض، أعالج الحامل قبل ما تسقط، واكشف الإيدز قبل ما يلقط، وسع وقرب يا جدع، الجيش المصري جدع جدع، قرب يا عالم، هتيجوا عندنا هنعالجكوا كلنا، بس وانت جاي وهتفلقس لنصيبك يكون قلقاسة يا مقلقس. وعمل مؤتمر عالمي وجاب واحد نصاب اسمه عبد العاطي واداله رتبة لواء أركان حرب، وفضحنا وخلى رقبتنا حتى لا مؤاخذة نزلت جوه جزمنا. قال لك هم دول المصريين؟ جاز ايه اللي انتوا عاملينه؟ وما زال لو كلمت حد من يقول لك بنعالج بيه الناس. عمرك سمعت عن جيش استولى على الاجزخانات البلد وبيصدر الانسولين بره مصر ويسيب المصريين يموتوا من قلته؟ عمرك سمعت عن جيش تاجر وعمل ازمه في لبن الاطفال اول الانقلاب العسكري، والراجل رئيس الشركه القابضه اللي بتستورد لبن الاطفال بعت للسيسي مذكره وقال له هنا الجهات السياديه بتمنعنا من استيراد لبن الاطفال وستحدث ازمه ستقضي على اطفال مصر حديث الولاده، ولا عبروا. وفي النهايه بعد ما عملوا الازمه
والاطفال كانوا بيموتوا وامهاتهم بتصوت وتلطم، لان الطفل حديث الولاده ما ينفعش غير صدر امه او لبن الاطفال ده. لو اديته اي حاجه تاني يصاب بتخلف، هيصيب بمشاكل صحيه هتعرفها لما يكبر. عشان كده هتلاقي نسب العيال اللي اتولدوا في بدايه الانقلاب العسكري بتاع السيسي مصابين بالتخلف العقلي كتير. وخدها مني ودور ورايا هتلاقيها. وخرج الجيش الهمام بقياده المجلس العسكري والسيسي العظيم، قالوا وزير الصحه خرج وقال ان الجيش على استعداد يورط 6 مليون علبه لبن اطفال في ظرف 6 ساعات. طب هو الجيش اللي مشغله؟ الجيش كان الدول الاوروبيه اللي كانت بتدينا دعم اللبن الاطفال وتدينا شحنات مجانيه للاطفال، الجيش كان بياخدها ويخزنوها في اماكن صحراويه مش في ثلاجات. حتى كانوا بيبيعوا اللبن بايظ للعيال. بس قال لك بشرط هنبيع علبه اللبن ب 32 جنيه ونص، كانت بتتباع ب 8 جنيه ونص او ب 8 جنيه. رفعها. المعلومات اللي جات لي عملوا اول كام يوم نص مليار جنيه من الصفقه. عمل نص مليار جنيه المجلس الجيش بتاعك العظيم، بس بعد ما قتلوا اللي قتلوه واصابوا اطفال مصر وحديثي الولاده بالتخلف. الحادثه اللي حصلت دي لما الشعب سكت على اطفاله، ركبهم السيسي بقى يولع فيهم ويحرق فيهم ويشحتهم ويجوعهم ويطلع يمثل عليهم. ادوني سنتين بس، احنا جايين نحن عليكم. لو انا كذبت عليك في حاجه يا معلمي قول. ما انا نفسي اقول، انا سايب ما هو شوف انا اتفضل قول. لا وانا محترمك اهو. اتفضل اتكلم دقيقتين. اديني بقى انا لحظه بس، عندي كلمه في معلومه خطا انا قلتها، قول لي يا فندم. اتفضل للناس. انا بقول للناس احنا في بلد اقتصادها معروف حجمه قد ايه. بيتطلب ده بعض القرارات اللي ممكن الناس اللي في محدود الدخل زي ما بيتقال يحسوا اكتر بالظلم او يحسوا اكتر طب اقاطع حضرتك بس وتجاوبني عليها بس. ما انت ماشي. هو ليه محدود الدخل بس هو اللي بيتاثر؟ ليه سياده الضابط ما بيتاثرش؟ ليه سياده وكيل النيابه ما بيتاثرش؟ ليه حضرتك اللي بتنظم مؤتمراتهم ما بتتاثرش؟ ليه الناس بتوع ايجيبت ما بيتاثروش؟ ليه الناس بتوع مصر الجعانين الشحاتين اللي محتاجين مساعده من الاصل هم بس اللي بيتاثروا؟ ليه صارت البيضه للاسره المصريه صارت حلم يا عينيا؟ ليه؟ حلوة. انت دلوقتي بتقولي اللي زيك. انا مثلا في 2020 ساعه الكورونا رئيس الوزراء اصدر قرار بمنع التجمعات. انا كشركه وكبني ادم كنت يعلم الله كنت عايش ازاي وبحاول احافظ على شركتي ما تتقفلش ازاي. فانا زي الناس. اما الفئه الثانيه دي ناس اصلا ناس معاها فلوس، ناس شغاله سواء في الصح او في الغلط. طب انا بسال سؤال يا استاذ بقول لك ليه ضابط الجيش العميد ولا العقيد الاساسي بتاعه بيعدي ال100,000 ومع الحوافز وكده بيوصل لنص مليون؟ ليه؟ انا طبعا معلومه ال100,000 ونص مليون دي انا غير متاكد منها. اللي انت قول لنا اللي انت متاكد منه. بيقبضوا جامد. لا انا عارف قبضهم عالي، لكن اللي احنا شايفينه دلوقتي في الدول اللي حوالينا لازم هو يكون مميز. ليه يعني ليه هو السيد يا بيه محافظ على البلد حلو. انا عاوز اسالك سؤال. الجيش ده بيضحي حياته. برافو عليك انت استاذ. في بيتي بكلمك وانا قاعد في البيت بقى انا فاهمك بقى يا استاذ برافو عليك. انت قلت الجيش لابد ان يكون مميزا. ليه؟ قلت لي عشان محافظ على البلد وبيدافع عن البلد. قدام الناس اهو. عاوزك تجيب لي حالة واحدة بس قام فيها هذا الجيش بالدفاع عن البلد. يا فندم كفايه ان انا قاعد في بيت. لا يا استاذ وانا كان زمان يا سعاده البيت حلو برافو عليك. احنا البلد الوحيده رغم يا استاذ ورغم المشاكل الاقتصاديه يا سعاده البيت قاعدين في بيوتنا. لا حول الله. يا سعاده البيت المشاكل الاقتصاديه اللي عملها الجيش. انا عاوز اسال سؤال. الناس في السعوديه مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الامارات مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الكويت مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ الناس في الاردن
مش قاعدين في بيوتهم امنين؟ فندم الناس دي عندهم قواعد عسكريه، عندهم قواعد عسكريه يا فندم. لا اله الا الله. اتفضل. انا بسالك، الناس دول مش امنين؟ ليه الضباط بتوعهم ما بياخدوش 100 مره ضعف 100 ضعف مرتب المثيل ليه؟ انتوا عرفنا، احنا عرفنا بياخدوا قد ايه؟ لا ما هي موجوده يا حبيبي. الوحيدين اللي شعبه بيشتكي واللي بنسمع قرارات الزيادات هو الجيش المصري. ما سمعناش لا الجيش السوداني ولا الاردني ولا السعودي ولا الاماراتي ولا العماني ولا العراقي المسيطر حتى، اولا ولا الكويتي ولا البحريني ولا القطري. اشمعنى انتوا يا حراميه يا نور مرتباتكم 100 ضعف؟ وبعدين انا سالتك سؤال ما جاوبتنيش عليه. اديني حاله واحده بس قام فيها الجيش المصري بحفظ امن مصر والدفاع عنها. يا فندم هي الحاله دي اللي احنا البلد حتى الان في استقرار. ايه استقرار يا بيه؟ يا سعاده البيه كان زمانها دخلت سينا يا سعاده البيه. الكلام العبيط ده انا مش عاوز اسمعه. انت اكتر، هقول لك ليه. انت اكتر دوله شعبها بيهرب منها عشان يدور على شغل. اكتر دولة. انت مصنف الدولة الاولى في العالم الطاردة للسكان. اين الاستقرار؟ انت الدولة الوحيدة اللي البيضة صارت حلم للاسرة المصرية. انت الدولة الوحيدة اللي كان ليك مركز على مستوى العالم من 15 سنة ولا 12 سنة في التعليم وخرجت بره معدل التعليم العالمي. انت الدولة الوحيدة اللي سمعنا في التاريخ الحديث بتبيع أراضيها جملة وقطاعي لدول أجنبية أخرى. أنت الدولة الوحيدة اللي بتبيع أرضك لدولة تاني ومحرم على صاحب الجنسية المصرية أن يتملك فيها حاجة زي رأس الحكمة إلا إذا كان يحمل جنسية أخرى غير الجنسية المصرية. ولسه بتقول لي أمن وأمان. أنت الدولة الوحيدة اللي المواطن لو دخل اسم الشرطة لا يشعر بالأمن. لو راح اي مدخل حدودي، مطار، مدخل بري، مدخل بحري، لازم يقعد يقرا ياسين والفاتحه وبتاع عشان الباشا الضابط ما يعملوش مشاكل وانت داخل. انت الدوله الوحيده اللي فيها الساده الضباط وامناء الشرطه وصف الضباط بيشحتوا من اي واحد داخل مصر بشهاده كل الاجانب والمصريين اللي بيخشوا مصر. انت الدوله الوحيده اللي بتفرض جمارك على علاج المصريين مع ان الدوله ما فيهاش علاج. فيجي يقول لك ما عنديش العلاج، ابعتوا لي. حاضر، نيجي نبعت له يقول لك لا اديني كذا. يا عم ده علاج يا عم، الدوله ما وفرتش العلاج، احنا بنوفره للناس. لا انا عاوز كذا. انت الدوله الوحيده اللي المواطن لا يامن على لقمه عيشه تاني يوم. يعني مش عارف، نص السكان ما لهمش وظائف، مش عارف اذا كان هيلاقي لقمه لعياله. انت يا حبيبي الدولة الوحيدة اللي جيشها بيخش أي منطقة ويفضيها. ده انتوا الدولة الوحيدة اللي طردتوا الموتى من قبورهم يا راجل. ده لسه حادثة والناس طالعة تصوت وتلطم وطلعوا تقولوا أصل حاطين خشب وقش رز وعاملينه موتى. يا سلام، حتى المقابر استخسرتوها في الشعب. على فكرة احنا الدولة الوحيدة اللي لازم يكون عندك فلوس عشان تدفن، وإلا هتدفن في مقابر الصدقة اللي كلها شوربه. تخش مقابر الصدقه عاملينها مسلح ويرموا الجثث تتحلل وتلاقي الميه اللي نازله من الجثث مش موجوده في اي دوله تاني يا استاذ. ده الدوله الوحيده اللي لازم تدفع ثمن المدفن بتاعك، مع ان 95% من مساحه مصر غير مستغله وكلها صحراء. لو انا كنت سياده اللواء كنت اتدفنت في مقبره على حساب الدوله او في ارض ال6000 فدان اللي بيديهم لي ولا ال2000 فدان. احنا الدوله الوحيده اللي عملت مقبره لام الرئيس السارق للسلطه على حساب الدوله. ما سمعتش دوله عملت مقبره لام الرئيس على حساب الدوله على خلاف القانون والدستور. وترجع تقول لي كفايه الامان. انت الدوله الوحيده الذي لا تامن على نفسك الان. هيخش يلبسك يا راجل. ده رموا الراجل من الدور التاسع واستفردوا بمراته ساعة ونص جوه. امه بتقول خدوا مراته المسكينة واستفردوا بيها الامناء جوه ساعة ونص يعملوا فيها ما شاءوا.
ولم تتحرك الدولة الفجرة بنت الكلب الواطية. الدولة الوحيدة اللي عملوا صور لرئيس دولة أجنبية في تخرج في الفضاء واحتفالات عظيمة في تخرج دفعات الجيش، الكلية الحربية وكلية الشرطة، وتقول لي أمن وأمان. يا راجل أمن وأمان، يجيبوا سيد وابنه ويعملوا صورهم في السماء وهم بيخرجوا الجيش. يعني ضابط الجيش الواد الزبوط الصغنن الزنبوط ده لما يخرج يلاقي ابن زايد، ولاقوا لمين؟ ولاقوا لمصر ولا لابن زايد؟ اقول لك ايه تاني ولا كفايه كده عليك يا استاذنا؟ شرفتني يا استاذ، تحياتنا ليك.